خلال القرن ال19 وال20 كان معنى أنك تكون من صفوة المجتمع أنك غالباً غني ومشهور وبتحضر كل أحسن المناسبات الاجتماعية. من الظاهر الموضوع شكله ممتاز، لكن الأضواء جابت مشاكل لكتير منهم، والناس من صفوة المجتمع اللي هنتكلم عنهم في فيديو النهاردة يا إما فقدوا عقلهم يا إما حصل لهم حاجات مأساوية. تعالوا معايا نستكشف حكايتهم. فأول حكاية معانا هنرجع للقرن ال19 لما بنت مسكينة قدرت توصل لقمة مجتمع نيويورك رغم كل الصعوبات. الست اللي معروفة النهاردة باسم آيدا مايفيلد وود كانت في الأصل اتولدت باسم إيلين والش في إنجلترا يوم 14 يناير 1838. أبوها كان توماس ويلش بائع متجول إيرلندي، وأمها كانت ست إنجليزية اسمها آن كروفورد. أبو إليان كان واحد من ملايين الإيرلنديين اللي سابوا إيرلندا بين الثلاثينات والسبعينات من القرن ال19 هربانين من الفقر الشديد والظروف الاجتماعية الصعبة اللي زادت سوء بسبب مجاعة البطاطس الكبرى في الأربعينات. في البداية انتقلوا لإنجلترا لكنهم ما قعدوش هناك كتير. بدل كده العيلة انتقلت للولايات المتحدة في أوائل خمسينات القرن ال19 واستقروا في الأول في بوسطن ماساتشوستس قبل ما يتفرقوا لأماكن تانية في البلد. والد إيلين توفى في كاليفورنيا في منتصف ستينات القرن ال19. دي كانت فترة واضحة من الكراهية ضد الإيرلنديين في أمريكا، لما كان عدد المهاجرين الإيرلنديين كبير جدا لأمريكا الشمالية، ومع التصور إنهم عندهم طابع اجتماعي صعب وكمان بيتبعون الكاثوليكية الرومانية، شافوا نفسهم بيتعرضوا للعنصرية والكره من ناس كتير من الأماكن في أنحاء البلد كانوا بيعلقوا يافط مكتوب عليها لا للسود، لا لليهود، لا للإيرلنديين. ولما واجهت الكراهية دي ضد الأيرلنديين، إيلين قررت وهي لسه شابة إنها تغير اسمها لآيدا مايفيلد، وكمان اخترعت قصة حياة معقدة وادعت إنها جاية من لويزيانا وإن والدها اسمه هنري مايفيلد وكان صاحب مزرعة سكر في الجنوب. وما عديش وقت طويل بعد ما وصلت نيويورك، آيدا بدأت تهتم ببنجامين وود رئيس تحرير جريدة نيويورك ديلي نيوز، وهي جريدة مقرها نيويورك، وكان أسسها جيديون تاكر محامي وسياسي سنة 1855. وبعد كده تاكر باع الجريدة لفرناندو وود رجل أعمال وتاجر عقارات غني وكان عمدة نيويورك سنة 1855. وبعدين سنة 1857 واشترى جريدة نيويورك ديلي نيوز خلال فترته الثانية في المنصب، وخلال الفترة دي عين أخوه بنجامين بسرعة كرئيس تحرير للجريدة. ومن خلال المنصب ده بنجامين بقى معروف شوية عند الناس، وده كان كفاية علشان يجذب انتباه آيدا. خط تحرير الجريدة تحت إشراف وود كان مثير للجدل، وده باين أكتر لما نبص عليه دلوقتي. الجريدة كانت بتدافع عن بقاء العبودية في الولايات الجنوبية وحقهم في الانفصال على الاتحاد لو الولايات الشمالية فضلت مصممة على إلغاء العبودية، وده اللي أدى في النهاية لاندلاع الحرب الأهلية الأمريكية سنة 1861. حقيقة إن إيدا بدأت تهتم بوود في السنين دي غالباً بتدل على ميولها السياسية هي كمان. بعد ما إيدا بدأت تهتم بوود بدأت تبعت له جوابات من غير ما يطلب. اهتمامه اتشد كفاية إنه يرد عليها وقابلوا بعض بسرعة وبدأوا علاقة، مع إنه وود كان متجوز. السنين دي كانت مليانة اضطرابات لأن جريدة نيويورك ديلي نيوز اتقفلت من حكومة الاتحاد وقت ما الحرب الأهلية بدأت سنة 1861. رغم كده إيدا فضلت على علاقتها مع وود، ولما مراته ماتت سنة 1867 اتجوزوا. علاقتها مع وود في الأول كعشيقته وبعدين كمراته خلت إيدا تبقى من أبرز شخصيات المجتمع في نيويورك. لازم نلاحظ أن جريدة نيويورك ديلي نيوز اتأسست من جديد في السنين الأخيرة من الحرب الأهلية، لما بدأ النصر للاتحاد يبقى أكيد أكتر. وود ما كانش بس رئيس تحرير الجريدة الكبيرة دي، لكن كمان كان عضو في الكونجرس الأمريكي 3 مرات، وقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن نيويورك مرتين. وعلشان كده رغم السياسة المشكوك فيها لجوزها في أواخر خمسينيات وأوائل ستينيات القرن ال19، كانت عائلة وود من أكبر العائلات السياسية في نيويورك في العصر المذهب. وإيدا كانت بتحتك أحيانا بشخصيات زي الرئيس أبراهام لينكولن وأمير ويلز اللي بقى الملك إدوارد السابع بعدين، وعائلة الرئيس يوليسيس إس جرانت. جواز إيدا وبنجامين كان غريب كمان بسبب إنهم اخترعوا وجود بنت ليهم لعقود طويلة. الاتنين كانوا بيقولوا إن عندهم بنت اسمها إيما اتولدت قبل ما يتجوزوا، بس في الحقيقة إيما كانت أخت إيدا صغيرة. الدوافع الحقيقية ورا الخدعة دي مش واضحة،
بس أكيد ليها علاقة بمحاولات إيدا المستمرة تخبي أصلها الإيرلندي. بنيامين كان عارف مراته الثالثة أصلها منين فعلا، ووافق إنه يخبي الخدعة دي. إيما هتكون ليها دور في حياة إيدا الغريبة بعد كده زي ما هنشوف دلوقتي. لما كبر في السن بنيامين وود بقى مآمر جامد، وكان دايما بيراهن بمبالغ كبيرة على الكوتشينة والنرد وألعاب الحظ التانية في نيويورك. وفي مرة بيعتقد أنه راهن بجريدة نيويورك ديلي نيوز على لعبة كوتشينة. لحسن الحظ كسب وفضل محتفظا بالسيطرة على الجريدة، لكن قدام تصرفات المتهورة بدأت آيدا تسيطر على جزء كبير من أمواله. في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن ال19، في محاولة منها تضمن أن جوزها المتهور ما يضيعش كل حاجة في القمار. ده معناه أن آيدا بقت ست غنية جدا في أواخر القرن ال19، واستفادت من المسيرة السياسية والتجارية لبنجامين. لما اتجوزوا سنة 1867 كانت آيدا لسه ما كملتش 30 سنة، في حين أن جوزها كان قرب على 50. ومش غريب يعني، هو توفى قبلها بكتير ومات يوم 21 فبراير 1900 في مدينة نيويورك. رغم سمعته المشكوك فيها وقت الحرب في أوائل الستينيات، إلا إن آل وود اترد لهم اعتبارهم تماما في السنين اللي بعد كده. وفي الثمانينيات خدم كواحد من أعضاء المجمع الانتخابي الرئاسي عن ولاية نيويورك، وبالتالي مصالحه التجارية ازدهرت من جديد. ولما توفى سنة 1900 بنجامين ساب لإيدا ثروة تقريبا قيمتها 2 مليون دولار، وده مبلغ يعادل أكثر من 75 مليون بقيمة الفلوس دلوقتي. إيدا عمرها ما اتجوزت تاني، بدل كده ركزت طاقتها في البداية على جريدة نيويورك ديلي نيوز، وحاولت تخلي الجريدة ماشية زي ما بنجامين كان سايبها، وحتى بقت هي المحررة الفترة في سنة 1900 و1901. لكن في عالم كان لسه صعب جدا فيه إن الستات يكسبوا احترام زملائهم الرجالة في الشغل، إيدا زهقت بسرعة من التحدي ده. وفي سنة 1901 باعت جريدة ديلي نيوز بأكثر من $250,000 وزودت ثروتها الخاصة أكثر. مش معروف كتير عن حياة إيدا وود في السنين ما بين 1901 و 1907. كانت عايشة حياة هادية لحد ما جه شهر غريب جدا في سنة 1907 واللي خلاها تستخبى سنين طويلة. في يوم من الأيام بدأت آيدا تسحب مبالغ كبيرة من حساباتها البنكية وأصولها التانية في نيويورك. في المجمل سحبت حوالي $1,000,000، واللي وقتها كان تقريبا بيمثل 40% من ثروتها. بعد كده هي وأختها ماري وابنتها المزعومة إيما أجروا جناح من غرفتين في فندق هيرالد سكوير. ممكن تفتكر إن ده شيء عادي، لكن لأي سبب من الأسباب الست قررت تفضل في الغرفتين 551 و 552 لمدة ربع قرن. مش معروف كتير عن السنين اللي قضتها آيدا وأختينها في الجناحين 551 و 552 في فندق هيرالد سكوير. مع أنه كان واحد من أفخم فنادق نيويورك، لكنه كان مكان صغير ل3 ستات بيعيشوا فيه بقية حياتهم، وكمان ما كانوش بيسمحوا لعمال النظافة يدخلوا الأوضة. بدل كده كانوا بيتعاملوا مع الخادمات عند الباب بس عشان يستلموا الطلبات أو يرموا الزبالة والحاجات التانية أو يغيروا الملايات. غير كده الموظفين ومدير الفندق كانوا مبسوطين يسيبوا الزباين الأغنياء العصبيين في حالهم، وفضلوا هناك مستخبيين عن المجتمع لعقود. ومع مرور السنين الناس نسيت الستات دول تماما، لكن لما حياتهم انتهت قصتهم الغريبة ظهرت تاني. إيما توفت سنة 1928 وكان عندها 71 سنة في مستشفى في نيويورك. قبل وفاتها الأخوات كانوا لسه إلى حد ما في وعيهم رغم سنين العزلة، وفهموا إنها محتاجة رعاية طبية. خلال الفترة دي اتضح إنها اتولدت سنة 1857 تقريبا في نفس الوقت اللي كانت فيه إيدا عندها 19 سنة، وبدأت تهتم ببنجامين وود. بعد 3 سنين في مايو 1931 أخت إيدا الثانية ماري كمان تعبت، ومع ذلك لما إيدا اللي عندها 93 سنة أخيراً طلبت مساعدة طبية من موظفين الفندق، كان الوقت فات. ولما الدكاترة وصلوا لقوا ماري ميتة على الكنبة في الجناح، ولما دخلوا الجناح لقوا مناظر مرعبة، لأن إيدا بالرغم من ثروتها كانت عايشة وسط كركبة وقذارة وتكديس حاجات لسنين. وفي الأسابيع اللي بعدها حاولت السلطات تكتشف إيه اللي حصل لواحدة من أغنى الوريثات في نيويورك في القرن العشرين، اللي كانت اختفت فجأة سنة 1907 وبعدين اتوجدت بعد 24 سنة عايشة منعزلة في أوضة فندق في نيويورك.
في الوقت ده إيدا ما كانتش في وعيها كفاية عشان تشرح ليه هي وماري وإيما خدوا القرار اللي خدوه. سنة 1907 وتم إعلان إنها فاقدة الأهلية نفسياً بعد كم شهر، على قد ما أي حد يرجع يعرف. قرار إيدا اتاخد في وسط أزمة البنوك سنة 1907 اللي الأجيال اللي بعدها عرفوها باسم ذعر 1907. وخلال الأزمة دي إيدا قررت إن فلوسها ما بقتش آمنة في البنوك وسحبت أكبر قدر تقدر عليه. ليه هي وإيما وماري قرروا يقفلوا على نفسهم في أوضة فندق وما يخرجوش منها تاني؟ تقريباً ده فضل لغز لحد دلوقتي. بس لازم نفكر إنه إيدا كانت بتهرب من المجتمع وحكموا عليها بشكل مجازي طول حياتها، وكانت بتغير هويتها واسمها في السكة. وفي سنة 1907 هي ببساطة قررت تهرب بنفسها كمان. في الشهور اللي بعد وفاة ماري إيدا اتنقلت للدور اللي تحت في جناح تاني رغم اعتراضها. في الوقت ده أوضتها القديمة كانت بتتعفن وبتتهدم واتشطبت واتجددت. الموظفين اكتشفوا قريب شنط قديمة من حاجاتها وفلوسها اللي كانت مقفولة من سنة 1907. هي توفت مش بفارق كبير بعد أختها يوم 12 مارس 1932 وكان عندها 94 سنة بسبب التهاب رئوي قصبي. لما إيدا توفت أخيراً في أوائل الثلاثينات كان فيه مشكلة بتكبر حوالين ورثها، وهي ما سابتش وصية من أي نوع، وعلشان كده كان فيه ثروة كبيرة سابتها وفضلت من غير حد يطالب بيها. عشرات وبعدهم العشرات التانية وبعدين مئات الأشخاص حاولوا يطالبوا بجزء أو بكل الثروة دي. وبالتالي لما بدأت المحاكمة القانونية سنة 1937 عشان يحلوا المشكلة دي، 1103 أشخاص ادعوا إنهم الورثة الشرعيين لأيدا، و616 منهم حضروا مع المحامين قدام المحكمة وقت الجلسة. في قلب النزاع القانوني ده كان ماضي أيدا الغامض، لأنها كانت مخترعة أغلب تفاصيل حياتها. مئات الناس قدروا يدعوا إنهم قريبين منها، وكتير منهم جم المحكمة في نيويورك وقالوا إنهم قرايبها من لويزيانا. قصة إحنا عارفين النهاردة إنها ملفقة، لكن ناس كتير كانوا لسه مصدقينها في نص الثلاثينات. ناس تانيين جم من إيرلندا وناس من إنجلترا وكمان ناس أكتر من ماساتشوستس اللي العيلة استقرت فيها بعد ما وصلوا أمريكا لأول مرة. كان في كمان ناس من كاليفورنيا الغربية قدموا عرائض وادعوا إنهم من قرايب العيلة. وفي الآخر القاضي وموظفينه في نيويورك قدروا يقللوا عدد المتقدمين ل 22 واحد بس، واللي كان عندهم أدلة واضحة إن ليهم صلة قرابة بإيدا بشكل ما. وفي الآخر في مارس 1939 بعد سنتين من بداية القضية و7 سنين من وفاة إيدا صدر الحكم النهائي، واللي قسموا ثروتها على 10 أشخاص، كلهم كانوا من أبناء وبنات عمومتها وخؤولتها ومن أحفاد عماتها وأعمامها وخالاتها وأخوالها. وبالتالي رغم كل محاولاتها لتشويش الأمور بقصتها الشخصية اللي اخترعتها، ثروة إيدا في الآخر راحت للورثة الشرعيين بسبب شغل التحقيق الدقيق اللي عملته السلطة القضائية في نيويورك. بعد كده هنتكلم عن واحدة من أجمل النساء في بداية القرن العشرين اللي علاقاتها العاطفية المعقدة وتدهور حالتها النفسية خلوا حياتها حزين. جلاديس ماري ديكون اتولدت يوم 7 فبراير 1881 في فندق برايتون في باريس. هي كانت أكبر واحدة من 5 أطفال لإدوارد باركر ديكون وفلورانس ماري ديكون. إدوارد كان جاي من عيلة غنية وكانت زمان عيلة مرموقة جدا من مدينة بوسطن في الولايات المتحدة. فلورانس كانت بنت اللواء البحري تشارلز هنري بالدوين، قائد بحري خدم في الحرب المكسيكية الأمريكية من 1846 ل 1848 وكمان في الحرب الأهلية الأمريكية من 1861 ل 1865، واكتسب سمعة إنه واحد من أفضل القادة البحريين في أمريكا. إدوارد وفلورانس اتجوزوا في أواخر ربيع سنة 1879 وجلدس اتولدت بعد أقل من سنتين. حياة جلدس في بدايتها كانت مضطربة جدا، وده كان بشكل كبير بسبب تصرفات أهلها. رغم أن عدد أولادهم كان بيزيد، جوازهم ما كانش سعيد، وعلى مر السنين أدى لخيانات زوجية. واحدة من الخيانات دي في الآخر كان سبب في الموت. في ربيع سنة 1892 بعد عيد ميلاد جلاديس 11 على طول، أبوها أطلق النار وقتل. إيميلي باي عشيق مرته في شقة في فندق سبلندد في مدينة كان على الريفييرا الفرنسية اللي فلورانس وإيميل كانوا مأجرينها. إدوارد وصل هناك من غير ما يبلغ حد، وبعد ما سمع مراته وعشيقها بيتكلموا جوه الأوضة أقنع موظفين الفندق يفتحوا الباب قبل ما يضرب إيميل بالنار.
ده كان وقت الفلوس والنفوذ فيه، يقدروا بسهولة يشيلوا تهمة خطيرة زي القتل. وإدوارد قدر يخلي القضية تتخفض لتهمة القتل الخطأ، ويتحكم عليه بس بسنة واحدة في السجن. وبعد كده الحكومة الفرنسية عفت عنه. في اللحظة دي جلاديس اتدبعت لدير لفترة قصيرة، وبعدها أمها خطفتها فعليا بعد أسابيع قليلة علشان تضمن إنها ما ترجعش لحضانة أبوها. وبعدها بفترة قصيرة أهل جلاديس اتطلقوا، واضطرت ترجع لأمريكا تعيش مع أبوها في موطنها الأصلي نيو إنجلاند. وخلال الفترة دي تعلمت في معهد هاورد في ماساتشوستس. صحة والدها العقلية ساءت في السنين اللي بعدها، وفي سنة 1899 اتنقل لمستشفى ماكلين للأمراض العقلية في نيو إنجلاند، وتوفي بعد سنتين في سنة 1901. وقتها جلايدس ثلاثة إخوتها اللي لسه عايشين ورثوا كل واحد فيهم ربع من تركته الكبيرة. في الوقت ده جلايدس وإخوتها كانوا رجعوا أوروبا علشان يعيشوا مع والدتهم في فرنسا، مع إنهم كانوا بيزوروا إيطاليا وإنجلترا بشكل منتظم برضو. وقت ما والدها تعرض للحجز كانت جلايدس بدأت تبقى شابة جميلة، وتعملت لها رسومات ولوحات على إيدين كتير من الفنانين المشهورين في فترة البيل إيبوك في باريس. الكاتب الفرنسي الشهير مارسيل بروست قال عنها: أنا عمري ما شفت بنت بالجمال ده وبالذكاء العظيم ده وبالطيبة والجاذبية دي. وعشان كده ارتبط اسمها عاطفياً مع كتير من أفراد النبلاء في أوروبا الغربية من أواخر تسعينات القرن التاسع عشر، ومن ضمنهم ولي عهد بروسيا، واحد من دول كان مهم جدا بشكل خاص. في سنة 1897 وهي لسه عندها 16 سنة بس، جلايدس اتدعت تزور قصر بيلنهايم في إنجلترا اللي هو مقر عائلة سبنسر تشرشل، وكان رئيس العائلة وقتها هو تشارلز سبنسر تشرشل دوق مارلبورو التاسع. في سنة 1895 مارلبورو اتجوز كونسويلو فاندربيلت اللي كانت وريثة أمريكية غنية جدا من عائلة فاندربيلت اللي عندهم ثروة السكك الحديد والصلب، وده أنقذ عائلة سبنسر تشرشل من أزمة مالية مزمنة كانوا فيها وقتها. ومع أن جواز مارلبورو فاندربيلت كان مفيد من الناحية المالية والاجتماعية، لكنه ما كانش جواز سعيد. ولما جلاديس اتعرفت أكتر على مارلبورو دخلت بسرعة في علاقة خارج الزواج مع الدوق، واللي استمرت لأكتر من 20 سنة قبل ما الدوق ومراته الأولى يطلقوا. وبرضو أوائل القرن العشرين كانت ملحوظة، لأن جلاديس دخلت في واحدة من أولى حالات جراحات التجميل الفاشلة المشهورة في العالم في سنة 1903 وهي عندها بس 22 سنة. وعلى الرغم من جمالها المعروف، جلاديس عملت نوع بدائي من جراحات التجميل، حيث تم حقن البرافين في مناخيرها وخط الفك بتاعها عشان يدوهم تحديد أكتر. الوسيلة البدائية دي اللي كانت مقدمة مبكرة لحقن البوتوكس ما نجحتش. البرافين اللي فيه خط فكها اتجمع حوالين دقنها وتكونت كتل كبيرة فضلت معاها طول حياتها. رغم العقبة دي فضلت شخصية مثيرة لاهتمام الطبقة الراقية في أوائل القرن العشرين. كانت مثقفة جدا وقارئة نهمة، لكن في نفس الوقت كانت غامضة وصعب الوصول لها. على سبيل المثال كانت ممكن تكون اجتماعية جدا، وفي أوقات تانية منعزلة بالقدر نفسه، وغالبا كانت بتسعى للتعرف على الكتاب والرسامين، وبعد كده فجأة بتسيب صداقتها معهم من غير سبب واضح. بعض الصداقات دي نتج عنها رسم بورتريهات ليها على مر السنين، وأشهرهم كان جيوفاني بالديني الفنان الإيطالي المعروف في أوائل القرن العشرين، واللي جلاديس جلست ليه عشان يرسمها سنة 1901. وفيه لوحة تانية تقريبا في نفس الفترة رسمها جون سينجر سارجنت الأمريكي اللي كان عايش في الخارج، وكان يعتبر من أهم رسامي البورتريه في إنجلترا في أوائل القرن العشرين. اللوحة التانية دي ممكن تكون اتعملت بعد عملية التجميل اللي ما نجحتش مع جلاديس، عشان اللوحة بتظهرها وهي لابسة طرحة ملفوفة حوالين الجزء السفلي من وشها. رغم عملية التجميل اللي ما نجحتش معها، علاقتها بدوق مارلبورو فضلت مستمرة طوال العقدين الأول والثاني من القرن العشرين. خلال الفترة دي جواز الدوق كان فعليا علاقة مفتوحة، وكونسويلا كانت داخلة في علاقة مع واحد فرنسي اسمه جاك بالسان، وكان من أوائل رواد الطيران في أوروبا. وفي النهاية سنة 1921 كونسويلا والدوق اتفقوا على طلاق علشان كل واحد فيهم يكمل علاقته التانية. كونسويلا اتجوزت بلسان بسرعة، وفي نفس السنة يوم 25 يونيو جلاديس
ودوق مارلبورو يتجوزوا في باريس. الغريب إن جواز جلاديس والدوق بعد علاقة شبه سرية استمرت 20 سنة ما كانش سعيد. في العشرينات جلاديس اللي كانت وقتها في الأربعينات من عمرها وقربت للسن اللي حالة والدها النفسية بدأت تتدهور فيه، بدأت هي كمان تعاني من مشاكل نفسية خطيرة. جدتها من ناحية والدها كانت برضو عانت من عدم الاستقرار النفسي في سنينها الأخيرة. العامل الوراثي في مشاكلها النفسية زاد عليه التشوه اللي حصل لها طول حياتها بسبب جراحة التجميل الفاشلة، وكمان عدم قدرتها هي ومارلبورو على الإنجاب. بسبب كل ده العلاقة بين الدوق وجلاديس بقت متوترة أكتر وأكتر في قصر بلينهايم. لازم نقول إن جلاديس كانت مسؤولة بشكل كبير عن التوترات دي. أول حاجة أصرت إنهم يرسموا لوحات كبيرة لعينيها فوق المداخل الرئيسية وأبواب القصر، وبعدين بقى عندها هوس بتربية وتكثير كلاب بلينهايم سبانير. شغف مرته المبالغ فيه بتربية الكلاب كان واضح إنه متضايق الدوق. الوضع بقى أسوأ من سنة 1927 فصاعدا بعدما الدوق اعتنق الكاثوليكية الرومانية. في أواخر العشرينات كانت معروفة إنها بتحتفظ بمسدس جنب سريرها بالليل في حالة إن الدوق اللي وقتها كان بينام في جناح تاني حاول يجي عندها. مرة أثناء حفلة عشاء في بلينهايم جلاديس نزلت على العشاء ومعاها مسدس وحطته على الترابيزة جنبها لما قعدت قدام الضيوف اللي كانوا مجتمعين. ولما واحد من الزوار الشجعان سألها بتعمل إيه بالمسدس، ردت جلاديس وقالت مش عارفة، يمكن أضرب مارلبورو بالنار. وكان معروف عنها كمان إنها تتكلم عن جوزها بطريقة تقلل منه، وكانت بتقول إنها اتجوزت بيت مش راجل. في أوائل الثلاثينيات كان واضح إن مارلبورو زهق خلاص من تصرفات مراته اللي بقت غريبة أكتر وأكتر. هو ساب قصر بلينهايم لفترة قصيرة في 1931، بس كانت مدة كفاية إنه يخطط لطرد جلاديس من القصر. في سنة 1933 فصل كل العاملين عندها وقال لها تمشي. جوازهم كان فعليا انتهى مع إنهم ما طلقوش، لأن مارلبورو توفى بدري في صيف 1934 وأوراق الطلاق لسه في إجراءات التقديم. جلاديس ما كانتش عاجزة عن إنها تعول نفسها مادياً بعد انفصالها عن مارلبورو، وعشان كده انتقلت مع كلابها الكتير لبيت في شمال أكسفوردشير، وبعدها عاشت ما بين هناك وبيت تاني في مزرعة جرينج في شاكومب في نورثهامبتونشير. مع ذلك سلوكها استمر في التدهور. في مرة من المرات أثناء انفصالها عن مارلبورو لما جه صحفي وسألها سكب الدلو مية على راسه. بشكل عام جلاديس بقت منعزلة أكتر وأكتر من منتصف الثلاثينات فصاعدا. كانت غنية كفاية لدرجة إنها قدرت تعزل نفسها عن باقي العالم وتعيش تقريبا مع حيواناتها الأليفة الكتير. بس الكتاب اللي كتبوا سيرتها قالوا بناء على كلام الناس اللي عرفوها من منتصف الثلاثينات فصاعدا إنها بقت متعصبة أكتر وأكتر، وكانت بتسلي نفسها بذكريات حياتها القديمة وسط المجتمع الفني في الطبقة الراقية في باريس ولندن وروما. وفي الوقت ده كانت عرفت شخصيات زي مارسيل بروست والرسام الانطباعي كلود مارني والنحات أوجست رولدان. بس بحلول الخمسينات سلوكها بقى غريب لدرجة إن السلطات ما قدرتش تتجاهله أكتر من كده. على سبيل المثال كانت بتتصل بناس ما شفتهمش من عقود أو حتى ناس غريبة تماما في نص الليل. وكان معروف عنها كمان إنها كانت بتهدد بإطلاق النار على الأطفال اللي بيحاولوا ياخدوا تفاح من بستانها. وبعد فترة معينة المجتمع المحلي بدأ يقلق إنها فعلا ممكن تنفذ تهديداتها دي، وعشان كده في سنة 1962 تم إدخالها مستشفى سانت أندروز للأمراض النفسية، وهناك فضلت مريضة غريبة ولسه محافظة على اهتمامها بعالم السياسة والمجتمع، وكمان كانت بتكتب يومياتها. كل الحاجات دي كانت بتخليها تبان في كامل وعيها، لكن تصرفاتها كانت ممكن تتغير وتبقى صعبة في لحظة. جلاديس ديكون توفت أخيراً في مستشفى سانت أندروز للأمراض النفسية يوم 13 أكتوبر 1977 وكان عندها 96 سنة. اتدفنت في مقبرة الكنيسة في شاكومب في نورثهامبتونشير. قصة جلاديس اتسردت كتير على مر السنين، خصوصاً في سيرة ذاتية كتبها هوغو فيكرز، وكمان روايات خيالية عن حياتها. في روايات زي هشوفك في باريس لميشيل جابل وموت في بلينهايم لروبن بيج،
النهاردة الزائر لقصر بلينن لسه هيشوف عيونها المرسومة بتبص على ضيوف من فوق الأبواب، وفي كمان زوج من تماثيل أبو الهول الحجرية موجودين في الفناء، واللي اتعملوا مخصوص عشان يحتفلوا بانتقالها لقصر بلينهايم كزوجة تانية للدوق في أوائل العشرينات. في جوازة كانت واعدة كتير، لكن في الآخر ما جابتش حاجة. المستشفيات النفسية هي أقسام متخصصة في علاج الاضطرابات العقلية الشديدة، وكانوا زمان بيسموها ملاجئ أو مصحات. قصتنا الجاية بتحكي عن شابة أهلها حبسوها في الأماكن دي لأكتر من 50 سنة. لوسيا آنا جويس اتولدت يوم 26 يوليو 1907 في مدينة تريستي الساحلية في شمال شرق مملكة إيطاليا. المدينة الصغيرة دي موجودة على بحر الأدرياتيك، قريب من الحدود الحالية بين سلوفينيا وإيطاليا، لكن زمان كانت على حدود الإمبراطورية النمساوية المجرية. مستحيل نفهم قصة حياة لوسيا من غير ما نعرف مين كانوا أهلها. أبوها كان جيمس جويس، أيرلندي، بقى واحد من أكثر الشخصيات الأدبية تأثيراً في أوروبا في القرن العشرين. هو كتب أعمال زي أهل دبلن وصورة الفنان في شبابه، بس أشهر أعماله كان يوليسيس. جيمس جويس بيعتبر على نطاق واسع أنه أسس كتير من عناصر الأدب الطليعي والحداثة. أم لوسيا كانت نورا بارنيكل، ست من عائلة فقيرة في جالواي في غرب إيرلندا، لكنها انتقلت لدبلن وهي لسه طفلة. قابلت جويس هناك سنة 1904 وبدأوا علاقة مع بعض. رغم أن أعمال جويس كانت دايماً تقريباً بتدور في دبلن في أيرلندا، الاتنين سابوا الجزيرة بعد كام شهر من مقابلتهم لبعض وما رجعوش ليها لفترة طويلة أبداً، واستقروا في تريستي. أخو لوتشيا الأكبر جورجيو اتولد هناك سنة 1905 وهي جت بعده بسنتين. بعد ما نورا حصل لها إجهاض سنة 1908 ما جابتش أطفال تاني. العيلة الصغيرة عاشت في تريستي في أول سنين لوتشيا. في الوقت ده جيمس جويس ما كانش كاتب معروف، وكانت حياتهم صعبة ومش مستقرة، وكانت العائلة كتير بتعيش على منح صغيرة من رعاة جيمس اللي كان بيقدر يجيبهم، زي كده توريس شميتس اللي كان كاتب هو كمان وكان مؤمن إن جويس عنده موهبة. بس كانت فترة صعبة. لما لوسيا اتولدت كان جويس لسه بيتعافى من الحمى الروماتيزمية اللي خلته عاجز لأسابيع. ده خلاه يبطل يشرب كحول لفترة، مع أنه كان بيشرب كتير أغلب حياته. مع أن أول سنين لوسيا كانت في تريستي كانت صغيرة قوي ومش فاكرة الفترة دي، وعشان كده أكتر سنين شكلت شخصيتها في سنين 1910 كانت وهي عايشة مع عيلة أدبية بتتنقل من مكان لمكان. عائلة جويس رجعت أيرلندا لفترة قصيرة مثلا في أوائل سنين 1910 لما والد لوسيا حاول يشتغل مدرس إيطالي في كلية دبلن الجامعية، ولما ده منجحش رجعوا تريستي. بعد كده على طول جيمس فعلا حقق شوية نجاح لما نشر كتاب أهل دبلن، لكن مع بداية الحرب العالمية الأولى في صيف 1914 بقت الحياة في تريستي خطيرة أكتر وأكتر، والمخاطر دي زادت أكتر على المدينة اللي على حدود النمسا وإيطاليا بعد ما إيطاليا دخلت الحرب ضد النمسا المجر في مايو 1915. ولما إيطاليا دخلت الحرب عيلة جويس سابت تريستي وانتقلت لزيورخ في سويسرا المحيطة، وقعدوا هناك باقي فترة الحرب قبل ما يرجعوا تاني لفترة قصيرة لتريستي في أواخر سنين 1910. وكان ده تنقل كتير ومزعج لطفلة. وبنهاية الفترة دي ولما لوشيا كانت داخلة سن المراهقة كانت بدأت فعلا تطور علاقة غريبة مع أهلها، خصوصا مع أمها نورا. والسنين هالأولى خلت لوشيا كأنها مواطنة عالمية. كبرت لوشيا وبقت متعددة الثقافات، وعلى الرغم من أن أهلها إيرلنديين كانت بتعتبر الإيطالية هي لغتها الأولى. ومن الحاجات الغريبة في تربيتها إن أهلها ما كانوش متجوزين رسمي، وده كان ترتيب مش معتاد في أوائل القرن العشرين. وأخيراً اتجوزوا رسمي في مكتب السجل المدني في لندن سنة 1931. في سنة 1920 حياة لوسيا وأخوها وأهلها بدأت تستقر أكثر لما انتقلوا واستقروا في باريس. عائلة جويس عاشوا هنا أغلب الوقت خلال 20 سنة اللي بعدها، وما نقلوش غير لما الحرب العالمية الثانية خلتهم يسيبوا باريس ويروحوا زيورخ تاني.
بس مع أن باريس جابت لهم استقرار في الأول، إلا أن هنا كمان لوسيا بدأت تظهر عليها أول مشاكلها النفسية. دي كانت سنين مثيرة في باريس. بعد صدمة الحرب العالمية الأولى ووباء الإنفلونزا الإسبانية اللي جه بعدها، العشرينات كانت فترة نمو اقتصادي كبير وانتعاش ثقافي في أوروبا والأمريكتين، والعاصمة الفرنسية كانت مركز كل ده. وبالتالي العشرينات اتعرفت في فرنسا باسم السنين المجنونة، لما كتاب زي إف سكوت فيتزجيرالد، إرنست هامينغواي وجيرترود ستاين عاشوا في المدينة لفترات. والد لوسيا كان بيظهر كواحد من أنجح وأشهر الكتاب في العصر ده. بعد نشر رواية يوليسيس بشكل متسلسل في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين، وبسبب ده بيت جويس بقى ملاذ لتجمع كتير من الشخصيات الأدبية والثقافية المشهورة في العشرينات. وفي باريس لوشيا كبرت وسط ناس زي بابلو بيكاسو، إزرا باوند، ستين، هيمنجواي، والموسيقار الروسي إيغور سترافينسكي. ممكن نتخيل إن نشأتها في بيئة زي دي حطت عليها ضغوط معينة، زي إنها لازم تحقق حاجة من منظور ثقافي، وهي محاطة بناس كتير ناجحين زيادة عن اللزوم. كتير من ده اتوجه في سنين شبابها الأولى في شغلها كراقصة. لوسيا بدأت ترقص لأول مرة سنة 1922 وهي عندها 15 سنة في معهد دالكروز، بس ما بدأتش لوسيا تتدرب بشكل جدي إلا في سنة 1925 لما كانت قربت تكمل 18 سنة. مكانة عائلة لوسيا في الوسط الثقافي في باريس في العشرينات وفرت لها علاقات مع أهم مدربي الباليه والرقص المعاصر في الوقت ده، ومن ضمن الناس دول كان ريمون دانكان، مدرب رقص وشاعر وفنان، وكمان أخ إيزادورا دانكان اللي كانت مشهورة أكتر وهي أمريكية وكانت من رواد الرقص المعاصر. لوسيا كمان اتدربت لفترة مع مارغريت موريس وهي رائدة رقص إنجليزية اشتهرت بإدخال عناصر سلتية واسكتلندية في حركات الرقص المعاصر، وكمان أسست أول مدرسة للرقص الحديث في منطقة ويست كانتري في إنجلترا في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين. النهاردة كان ممكن يتقال على لوسيا إنها استفادت من علاقات والدها الثقافية، لكن ما فيش شك إنها كانت موهوبة فعلا. بحلول سنة 1928 تم قبول لوسيا في فرقة رقص اسمها سداسية الإيقاع واللون. الفرقة قدمت عروضها في السنة اللي بعدها في باريس وفيينا وبرلين، وفي سنة 1929 لوسيا حصلت على المركز الثاني في أول مهرجان دولي للرقص اتعمل في باريس. السنة دي بعد ما شاف واحد من كتاب جريدة باريس تايمز واحدة من عروضها في الفترة دي، قال لوسيا جويس هي بنت أبوها فعلا. هي عندها حماس، جيمس جويس حماس وطاقة، ولسه مش معروف قد إيه من عبقريته. لما توصل لأقصى إمكانياتها في الرقص الإيقاعي ممكن جيمس جويس يبقى معروف إنه أبو بنته. لكن في الوقت اللي كانت فيه حياتها المهنية كراقصة بتبتدي تقلع، وقفت فجأة. في أواخر سنة 1929 لوسيا فجأة سابت مهنتها كراقصة وقالت لأصحابها إنها مش قوية جسدياً كفاية علشان تكمل كراقصة. الأسباب الحقيقية لقرارها كانت دايماً محل جدل كبير، وبعض المؤرخين بيقولوا إن والدها هو اللي وقف مسيرتها. واضح إن جيمس جويس كان شايف إن مهنة الرقص لبنته كانت مجهدة جداً بدنياً وبتسبب لها توتر كبير، وده زود سوء العلاقة اللي كانت أصلاً صعبة بينها وبين والدتها. في الوقت ده تقريباً بدأت علاقة مع سامويل بيكيت الكاتب الأيرلندي اللي كان عايش في باريس، وكان لفترة قصيرة سكرتير والدها. هو بعد كده فاز بجائزة نوبل في الأدب بعد سنين كتير في سنة 1969. علاقتهم ما استمرتش كتير لأن باكيت كان مرتبط بوحدة تانية، وقال للوسيا إنه مهتم بأبوها وكتاباته أكتر منها هي. قرار لوسيا إنها تبطل ترقص مع انهيار علاقتها ببيكيت أدى لتدهور كبير في صحتها النفسية. سنة 1930 جويس كتب لهاريت شويفر واحدة من رعاته عن الموضوع ده، وقال إن ده أدى لشهر من الدموع لأنها حاسة إنها ضيعت 3 أو 4 سنين من الشغل الشاق وبتضحي بموهبتها. الأمور ساءت أكتر في أوائل الثلاثينيات.
الطبيعة الحقيقية لمرض لوسيا محل جدل، مع أنه واضح أن كان في سمات فصامية. في وقت من الأوقات اتبعت لسويسرا وقضت وقت في عيادة بورغ هيلزلي للأمراض النفسية في زيورخ، اللي كانت العيلة عاشت فيها في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين. وجيمس جويس كان بيرجع هناك أحياناً عشان يتعالج من ضعف نظره اللي بدأ بدري. وهناك لوسيا اتعالجت لفترة على إيد كارل يونغ المحلل النفسي الكبير اللي تعلم على إيد سيغموند فرويد وبعدين بقى منافس لمعلمه. دي كانت سنين صعبة، ولوسيا كانت كتير بتعاني من نوبات غضب عنيفة كانت بتظهر تجاه عائلتها وخاصة والدتها. حالة لوسيا النفسية اللي كانت بتسوء وصلت لذروتها سنة 1935 أثناء زيارة لبعض قرايبها في مدينة بيري جنوب دبلن في أيرلندا. خلال الإجازة ولعت نار في نص أوضة الجلوس في بيت ابن عمها، وحاولت تفك أزرار بناطيل كذا واحد من الزوار الرجالة اللي في البيت. وكان معروف عنها كمان إنها كانت بتفتح صنبور الغاز بالليل وتخلي البيت كله يتملي بريحة الغاز لحد ما حد يصحى ويقفله تاني. وفوق كل ده اختفت من بيري خالص وهربت على دبلن، وهناك قضت تقريبا أسبوع كامل نايمة على عتبات البيوت. وممكن ما يكونش مفاجأة، لما رجعت باريس وأهلها عرفوا كل اللي حصل قرروا يدخلوها مصحة نفسية في إيفري سوسين على أطراف العاصمة الفرنسية. لوسيا قضت أغلب ال15 سنة اللي بعد كده في إفري، مع إنها اتبعت فترة لمستشفى سانت أندروز في بريطانيا عشان التقييم. أبوها وأخوها جورجيو كانوا بيزوروها في إفري يوم الحد على مدار السنين اللي بعدها، بس مفيش أي دليل إن أمها شافتها تاني بعد ما دخلت المصحة. جيمس كان واضح عليه إنه متأثر جدا بحالتها، وشخصية ماما لوغو في روايته سنة 1939 فيني جانزويك غالبا مبنية جزئيا على لوسيا. الزيارات وقفت في صيف 1940 لما عائلة جويس هربوا من باريس بعد غزو النازيين لفرنسا واستقروا في زيورخ في سويسرا. جيمس توفى هناك بعد 6 شهور بس، بينما والدة لوسي عاشت كمان 10 سنين في المدينة السويسرية قبل ما تتوفى هي كمان. في سنة 1951 لوسيا اتنقلت من إفري في فرنسا لمستشفى سانت أندروز في نورثهامبتون في إنجلترا، اللي كانت اتفحصت فيها في منتصف الثلاثينات. هي هتعيش بقية حياتها هنا. ده كان بناء على طلب هاريت شويفر، ناشطة سياسية إنجليزية وشخصية أدبية كانت دعمت والدها جيمس في السنين اللي فاتت. ومين اللي وافق يبقى وصي على لوسيا سنة 1951 بعد وفاة والدتها؟ كانت كتير من أصحابها ومعارفها اللي عرفوا عائلة جويس في العشرينات والثلاثينات بيزوروها، ومن ضمنهم هاريت اللي كانت كبرت في السن وقتها. أكتر واحد فيهم كان سامويل بيكيت اللي كان خاطبها زمان في أوائل الثلاثينات، وكان كمان صديق أدبي قريب من والدها. وقتها كان بيكيت بقى كاتب ناجح بنفسه، ولما ويفر توفت سنة 1961 هو اللي دفع تكاليف رعايتها المستمرة في نورثهامبتون. وفي نفس الوقت أخوها جورجيو زارها مرة واحدة بس سنة 1967. لوسيا توفت بسبب مضاعفات جلطة دماغية يوم 12 ديسمبر 1982 وكان عندها 75 سنة. هي كانت آخر فرد باقي من عائلتها بعد ما جورجيو توفى قبلها ب6 سنين. بعد وفاة لوسيا ابن أخوها ستيفن أخذ معظم كتاباتها ودمرها. ده شمل مراسلاتها مع والدها وعلى ما يبدو شوية شعر في رواية كانت كتبتها. يبدو أن عائلتها حاولوا يمحوا أي أثر للوسيا. سجلاتها الطبية اتحرقت، وكارل يونغ كمان أتلف كل ملاحظاته اللي ليها علاقة بالفترة اللي قضاها مع لوسيا. أصحاب ومعارف عائلة جويس كمان تشجعوا أنهم يتخلصوا من أي مراسلات تخص لوسيا، وتصرفوا كأنها عمرها ما كانت موجودة ومسحوها من التاريخ. هي اتدفنت في مقبرة كينستورب جنب سانت أندروز، وهناك بيتعمل احتفال جنب قبرها كل سنة في يوم بلومز داي، اللي هو مهرجان بيحتفل بأعظم أعمال والدها يوليسيس. في السنين الأخيرة اتطرحت خطط علشان ينقلوا رفات عائلة جويس ويرجعوها لإيرلندا، وكمان ظهر أكتر من كتاب في أوائل القرن العشرين بيرجع قصة لوسيا للنور بعد ما كانت منسية. يلا نرجع دلوقتي لأمريكا في القرن العشرين، لما أب أكبر بنته تعمل عملية لوبوتومي واللي خلتها عاجزة طول حياتها.
روز ماري اتولدت باسم روز ماري كينيدي يوم 13 سبتمبر 1918 في بروكلاين، ماساتشوستس، وبعد شوية بقت معروفة ببساطة باسم روز ماري علشان يفرقوها عن والدتها روز. هي كانت الطفل الثالث اللي اتولد لجوزيف بي كينيدي الأب ومراته روز كينيدي ني فيتجيرالد. وقت ولادتها كان عندها أخين أكبر منها، جوزيف جونيور اللي اتولد سنة 1915، وجون اللي معروف أكتر للناس باسم جاك أو JFK، واللي اتولد قبل روز ماري بسنة وشوية في صيف 1917. في الآخر جوزيف وروز كينيدي هيخلفوا 6 أطفال كمان، 4 بنات، كاثلين، يونيس، باتريشيا وجين، وولدين روبرت وإدوارد. أصغر واحد في عيلة كينيدي إدوارد اللي في الآخر اتعرف باسم تيد أو تيدي، اتولد في 1932، وعشان كده فرق السن بين الكبار زي روز ماري والصغيرين كان كبير جدا. العيلة اللي اتولدت فيها روز ماري كان ليها تاريخ طويل في السياسة والأعمال. عائلة كينيدي استقرت لأول مرة في أمريكا بعد ما سابت أيرلندا في أواخر الأربعينات من القرن ال19، بعد المجاعة الكبرى اللي مات فيها أكتر من 1,000,000 شخص في الجزيرة في كام سنة وخلت ملايين تانيين يهاجروا. BJ كينيدي اللي كان جد روز ماري اتنتخب في المجلس التشريعي لولاية ماساتشوستس في نص الثمانينات من القرن ال19، وبدأ فترة طويلة تقريبا ما اتقطعتش لأكتر من قرن كان دايما فيها واحد من عيلة كينيدي ماسك منصب سياسي في أمريكا. وفي نفس الوقت مصالح العيلة التجارية كبرت في ماساتشوستس، ولما اتولدت روز ماري سنة 1918 كانت عيلة كينيدي خلاص بقت من أهم العائلات السياسية والتجارية في كل نيو إنجلاند. حياة روز ماري في بدايتها كانت مليانة غموض، في ادعاءات إنها كانت بتعاني من إعاقة ذهنية من وهي صغيرة بسبب إنها تعرضت لنقص في الأكسجين وقت ولادتها، بس مش واضح إذا كانت العيلة كينيدي بالغت في الكلام ده بعدين علشان يبرروا اللي حصل لها في الأربعينات. أياً كانت الحقيقة بالضبط، في أواخر عشرينات القرن اللي فات ولما روز ماري قربت تدخل سن المراهقة اتحطت في مدرسة لذوي الإعاقة الذهنية في ولاية بنسلفانيا، وبعد كده في منتصف الثلاثينات بدأت روز ماري تروح مدرسة دير في رود آيلاند، بس كانت بتتعلم بشكل منفصل عن أغلب البنات اللي هناك. خلال السنين دي روز ماري أظهرت رغبة إنها تبقى ممثلة أو أخصائية اجتماعية، وبدأ إنها بتتطور بشكل أكبر شوية، لكن أهلها كانوا لسه قلقانين بسبب تقارير من الدير عن بعض التصرفات الغريبة اللي كانت بتعملها. طول سنين شبابها مصالح والدها التجارية والسياسية فضلت بتتوسع. على سبيل المثال في عشرينات القرن اللي فات كينيدي كان شارك في إعادة تمويل عدد من أكبر استوديوهات الأفلام في هوليوود وقتها، لما كانوا على وشك يبدأوا الانتقال من الأفلام الصامتة للأفلام اللي كان بيتقال عليها التوكيز، يعني الأفلام اللي فيها حوار. هو كمان كسب فلوس كتير جدا من تهريب ويسكي سكوتش وقت حظر الكحوليات اللي كان ساري في أمريكا في عشرينات القرن اللي فات. الثروة اللي جمعها سمحت له أنه يطور مسيرته السياسية وبقى شخصية بارزة في الحزب الديمقراطي. وأخيراً في سنة 1938 لما روز ماري كانت قربت تكمل 20 سنة والدها جوزيف كينيدي اتعين سفير أمريكا في بريطانيا، وبكده عائلة كينيدي انتقلت عبر المحيط الأطلسي. هناك روز ماري بدأت تبان عليها علامات التحسن، وتقدمت كإحدى فتيات المجتمع الراقي في بلاط الملك جورج السادس سنة 1938، وحضرت كتير من المناسبات الاجتماعية في لندن وخارجها كجزء من عائلة السفير، حتى في الوقت اللي كانت فيه الحرب بتلوح في الأفق، وفي الآخر اندلعت مع ألمانيا النازية في القارة. ومع ذلك لما عائلة كينيدي رجعت لأمريكا سنة 1940 روز ماري حالتها ساءت أكثر. التفاصيل الكاملة عن اللي حصل مع روز ماري في أوائل الأربعينيات مش واضحة بالضبط، لكن باين إنها تأثرت بشكل سيء جدا بسبب مغادرة العيلة لبريطانيا ورجوعهم للولايات المتحدة. على حسب كلام أختها الصغيرة يونس اللي اتكلمت بعد سنين طويلة، روز ماري بقت عصبية وصعبة التعامل معها. سنة 1940 الحالات دي زادت لدرجة إنها كانت بتهاجم الناس اللي حواليها، وكمان جالها تشنجات. وكمان كان في تقارير بتقول إن روز ماري كانت بتدخل في علاقات جنسية مع ناس كتير لمدة سنين. سواء الكلام ده كان صح أو لأ مش واضح،
لكن اللي أكيد هو إنه في أوائل الأربعينات أبوها جوزيف كينيدي اللي كان عنده طموح إن واحد من ولاده في يوم يبقى رئيس الولايات المتحدة كان بقى قلقان أكتر من روزماري. هو كان شايف إنها عبء ممكن تجيب العار أو الإحراج للعيلة لو تصرفاتها ما تعدلتش. لكن الحقيقة زي ما كتيرين دلوقتي بيعتقدوا إن روزماري كانت ببساطة بتعاني من مرض نفسي وممكن تكون مكتئبة وقلقانة، مش إنها كانت عندها إعاقة عقلية خطيرة زي ما كانوا فاكرين. الموضوع ممكن يبقى صادم للعقلية الحديثة، لكن جوزيف كينيدي بسرعة لجأ لعملية الفص الجبهي كأفضل وسيلة يتخلص بيها من مشاكل روزماري. عملية الفص الجبهي هي نوع من العلاج الجراحي العصبي اللي بدأ وانتشر في أوائل الأربعينيات. العملية دي اتطورت في وقت كان فيه تجارب على علاجات لاضطرابات نفسية احنا دلوقتي بنعتبرها عنيفة، زي العلاج بالصدمات الكهربائية وأنواع تانية من العلاج بالصدمة. عملية الفص الجبهي كانت بتعتمد بشكل أساسي على جراحة في المخ لقطع بعض الوصلات في القشرة الجبهية الأمامية. الطريقة دي اتطورت كوسيلة لعلاج الأمراض النفسية، لأنهم كانوا بيعتقدوا إنها بتقلل معاناة الشخص اللي بيعاني من نوبات صرع أو ضعف عقلي أو سلوك هستيري. الطريقة دي اتطورت على إيد دكتور أعصاب برتغالي اسمه أنطونيو إيجاس مونتش، وفعلا هو كسب جائزة نوبل في علم النفس والطب سنة 1949 عن شغله ده، لأن ناس كتير كانوا بيعتقدوا إن عمليات الفص الجبهي كانت علاج معجزة للمشاكل النفسية الشديدة. وزي ما احنا عارفين دلوقتي عمليات الفص الجبهي كانت بتبان إنها بتعالج المريض، لكن في الحقيقة كانت بتسبب له تلف في المخ. مثال مشهور على ده في الثقافة الشعبية كان في فيلم طيران فوق عش المجانين المأخوذ عن رواية كين كيسي، واللي شخصية جاك نيكلسون اتعمل لها لوبوتومي في نهاية الفيلم. مع أنه صعب تتخيل إزاي كان ممكن يتقبل بسهولة كنوع من العلاج الفعال. في الوقت ده كانت عمليات الفص الجبهي بتتعمل على نطاق واسع في بلاد زي الولايات المتحدة خلال الأربعينيات والخمسينيات، وكمان في بعض الأماكن لحد الستينيات. في خريف سنة 1941 اقترح دكتور أعصاب على جوزيف كينيدي إن عملية اللوبوتومي ممكن تكون أحسن حل متاح لعلاج روزماري من سلوكها اللي كانوا بيقولوا عليه مضطرب. وعلشان كده في نوفمبر من نفس السنة ومن غير ما يستشير والدتها، جوزيف بعت روزماري تعمل العملية اللي كانت لسه جديدة وقتها. عملية اللوبوتومي بتاعت روزماري اتعملت على إيد الدكتور والتر فريمان والدكتور جيمس واتس من كلية الطب بجامعة جورج واشنطن. العملية كانت بتتم عن طريق حفر الجمجمة وقطع أنسجة في المخ، وفي نفس الوقت كانوا بيسألوا روزماري اللي كانت واخدة مهدئ خفيف وصحية طول العملية شوية أسئلة، وأول ما إجاباتها بدأت تبقى مش مفهومة قرروا إنهم قطعوا كمية كفاية من أنسجة المخ. الشكل البشع ده من العلاج المزعوم كان فشل كارثي. روزماري اتسببت لها العملية في تلف في المخ، وبقت عندها القدرة العقلية لطفل رضيع. ما قدرتش تمشي لوحدها وما قدرتش تتكلم بشكل مفهوم، ومن وقتها بقت معتمدة على ناس يساعدوها حتى في أبسط الحاجات. مع إن جوزيف كينيدي كان هدفه يعالج بنته من المرض اللي كان شايفه فيها عن طريق عملية الفص الجبهي، لكن اتضح فوراً إن العملية سببت لها ضرر لا يمكن إصلاحه. لكن بدل ما يتحمل مسؤولية أفعاله وبدل ما يوفر لروزماري رعاية في منشآت حوالين بيت عيلة كينيدي في كيب كود وأماكن تانية في نيو إنجلاند واللي كان ممكن بفلوسه يديها أفضل رعاية ممكنة، دخل روزماري مصحة كريغ هاوس، وهي مستشفى نفسي في شمال ولاية نيويورك. فضلت هناك سنين طويلة قبل ما ينقلوها لمستشفى تانية في جيفرسون ويسكونسن سنة 1949. بصراحة جوزيف فعلا حرص إنه يبني لها كوخ خاص هنا في مدرسة سانت كليتر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان وفروا تمويل علشان يهتم بيها عدة أفراد من الطاقم بطريقة فيها رحمة. ومع إن جوزيف كينيدي ممكن يكون صرف مبلغ كبير علشان يهتم بروزماري من بعيد، إلا إنها فعليا بقت السر المظلم لعيلة كينيدي. ولا أي حد من إخواتها ولا حتى أمها زارها طول الأربعينات والخمسينات،
ولما أخوها الكبير جون بدأت حياته السياسية تزدهر في الخمسينات، ولما ترشح في الآخر للرئاسة في انتخابات أمريكا سنة 1959، غياب روزماري عن الحملة الانتخابية كان دايما بيتبرر كده. هي كانت منعزلة وما كانتش مهتمة بحياة جون السياسية زي باقي إخوتها. عمرهم ما أعلنوا للناس إيه اللي حصل لها في الحقيقة. المعلومات دي ما بقتش متاحة للناس غير في الثمانينات، يعني تقريبا نص قرن بعد ما روزماري اتعمل لها عملية الفص الجبهي. جوزيف كينيدي هو اللي لازم يتحمل مسؤولية كل ده. هو اللي قرر يعمل عملية الفص الجبهي لروزماري، وهو كمان اللي خبى مكان وجودها عن إخواتها لمدة 20 سنة بعد كده. لحد أوائل الستينيات كتير من إخوات روزماري كانوا لسه مش متأكدين هي فين أو إيه اللي حصل لها. بس لما والدهم جاله جلطة في 1961 بدأ يشاركهم التفاصيل بالكامل، وساعتها عرفوا إنها في ويسكونسن وإنها تعمل لها العملية سنة 1941. حياة روزماري في ويسكونسن ممكن تتوصف إنها كانت مقبولة على مدار السنين الطويلة اللي عاشتهم هناك. كانت بتتلقى رعاية كويسة من الراهبات وموظفين المدرسة، مع إنها عمرها ما استعادت معظم قدراتها العقلية اللي فقدتها في العملية. سنة 1941 يعني مثلا مع إنها تعلمت تمشي تاني جزئيا بنفسها، بس ده كان مع وجود إعاقة كبيرة، وكلامها عمره ما رجع أكتر من مجرد نطق بسيط. وفي الآخر لما والدها انتهى مرضه العضال وتوفى سنة 1969، أخوات روزماري بدأوا يزوروها في ويسكونسن، مع إن في الوقت ده كان الاثنين جون وروبرت اتقتلوا في الجو السياسي المضطرب في أمريكا في الستينات. في الثمانينات والتسعينات كانت بتزور مجمع كينيدي في كيب كود في ماساتشوستس بشكل منتظم في المناسبات العائلية، وإخواتها اللي لسه عايشين كانوا بيحاولوا يصلحوا أخطاء الماضي. كانوا بيقولوا إنها كانت بتبان عليها الفرحة لما كان بيجي لها زوار في ويسكونسن أو لما كانت بتروح ماساتشوستس، وده كان دليل إنه رغم الضرر اللي حصل لها سنة 1941 روزماري كانت لسه عندها شوية وعي إن عيلتها رجعت تتواصل معها. معاناة روزماري كانت كمان سبب مهم في حماس يونس كينيدي لإنشاء الأولمبياد الخاص، واللي كان ليها دور كبير فيه. في النهاية روزماري كينيدي توفت يوم 7 يناير 2005 وكان عندها 86 سنة في مستشفى فورت أتكنسون التذكاري في ولاية ويسكونسن. سبب الوفاة اتسجل إنه كان لأسباب طبيعية. لما توفت كان إخواتها الأربعة اللي لسه عايشين، يونس، جين، باتريشيا وتيد، موجودين معاها. اتدفنت بعد كده في موقع النصب التذكاري لعيلة كينيدي في بروكلاين بولاية ماساتشوستس. مع أن قصتنا الأخيرة عن واحدة كانت عاقلة، حياتها برضو انتهت بشكل مأساوي بسبب لعنة عيلتها. كاثلين كينيدي اتولدت في 83 شارع بيل في بروكلاين ماساتشوستس يوم 20 فبراير 1920. أبوها كان جوزيف كينيدي الأب، وأمها كانت روز فيتزجيرالد. كان عندها 3 إخوات أكبر منها، جوزيف جونيور، روزماري وجون اللي كان معروف في عيلته باسم جاك. وفي الوقت ده اتولد كمان 5 أطفال من عيلة كينيدي في العشرينات وأوائل الثلاثينات: يونس، باتريشيا، روبرت المعروف أكتر باسم بوبي، جين وإدوارد. أصغرهم اللي التاريخ عرفوا باسم تيد كينيدي. كاثلين كانت طفلة مرحة وأخذت لقب كيك من عيلتها وهي صغيرة، والاسم ده فضل معاها طول حياتها. اتعلمت في مدرسة ريفردل كانتري في البرونكس في نيويورك قبل ما تروح مدارس ثانوية مختلفة في كونيتيكت، ولفترة درست في مدرسة دينية في فرنسا. وهي بتكبر كانت رياضية جدا وشخصيتها اجتماعية ومنفتحة. كانت بتحب تلعب كورة مع إخواتها الكبار، وروحها المرحة خلتها تلفت انتباه كتير من صحاب جاك. كاثلين اتولدت في عيلة كانت بالفعل معروفة كويس كواحدة من أكبر العائلات في مجال الأعمال والسياسة في أمريكا. عائلة كينيدي كانوا أمريكان من أصل إيرلندي، وجذورهم بترجع لهجرة عائلة كينيدي لأمريكا بعد مجاعة البطاطس الإيرلندية بأواخر أربعينيات القرن التاسع عشر. جد كاثلين بي جي كينيدي خدم في الهيئة التشريعية لولاية ماساتشوستس في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر، وكان كمان رجل أعمال ناجح.
وابنه جوزيف كينيدي الأب ووالد كاثلين ورث ثروة كبيرة حتى قبل ما بي جي يتوفى سنة 1929. في عشرينيات القرن الماضي وقت ما كانت كاثلين لسه طفلة، جوزيف كينيدي وسع مصالح عائلة كينيدي التجارية وبقى ممول لاستوديوهات السينما الهوليودية اللي كانت لسه طالعة. ولما انتقلوا من الأفلام الصامتة للأفلام الناطقة اللي كانوا بيسموها بشكل لطيف التوركز، يعني الأفلام اللي فيها حوار، كينيدي كمان عمل ثروة صغيرة كمهرب ويسكي سكوتش في فترة الحظر بين 1920 و 1933. ولما كاثلين كبرت وثروة عائلة كينيدي زادت بشكل كبير، والدها بدأ يطمح في السياسة، والطموحات دي خلت كاثلين ترتبط ببريطانيا، والارتباط ده بقى جزء أساسي من حياتها لما كبرت. في أول أسابيع سنة 1938 وكاثلين لسه ما كملتش 18 سنة، والدها اتعين سفير أمريكا في المملكة المتحدة من قبل الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت. وبعدها على طول كاثلين وباقي عائلتها سافروا عبر المحيط الأطلنطي عشان جوزيف يبدأ شغله في لندن. وكان التعيين ده مثير للجدل لأن جوزيف كان من دعاة العزلة في أمريكا، وكان شايف إن أمريكا لازم تفضل بعيدة عن الصراع اللي بيكبر بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا النازية. بعد وصول عائلة كينيدي لندن بفترة قصيرة، كاثلين أتمت 18 سنة وتقدمت للمجتمع الراقي في حفلة تقديم الشابات للمجتمع المعروفة باسم حفلة الملكة شارلوت، ودي مناسبة اجتماعية راقية بتتعمل من أواخر القرن ال18. الحفلات دي كانت عادة منتشرة جدا في فترة ما بين الحربين بسبب اهتمام الإعلام اللي تسلط على جوزيف كينيدي وعيلته بعد وصولهم إنجلترا. الصحافة ركزت جامد على ظهور كاثلين في الحفلة، واتكتبت عنها الجرايد البريطانية إنها أبرز شابة قدمت للمجتمع في سنة 1938. لما الحرب العالمية الثانية اندلعت في أول أيام سبتمبر 1939، كاثلين كانت في فرنسا. تم استدعاء كاثلين بسرعة للرجوع لبريطانيا عشان كان في خوف إن الألمان يحاولوا يغزوا فرنسا في أواخر خريف 1939، مع إن ده ما حصلش فعلا غير في أوائل صيف 1940. لما رجعت إنجلترا، موقف جوزيف كينيدي الانعزالي وتعاطفه مع الفاشية بقى صعب الدفاع عنه، خصوصاً وأن رئيس روزفلت كان مؤيد لتقديم مساعدات سرية لبريطانيا ضد النازيين، وبالتالي تم سحب جوزيف كينيدي من منصب السفير. وفي سنة 1940 رجعت عائلة كينيدي لأمريكا. هناك كاثلين وعدت كذا شاب لفترة، بس علاقتها ما استمرتش كتير، وده كان بشكل كبير بسبب إنها كانت بتتنقل في البلد. حضرت مدرسة فينيش وكلية البكالوريوس في نيويورك لفترة قبل ما تروح للجنوب لفلوريدا علشان تاخد دروس في الكلية التجارية في ولاية الشمس المشرقة. في الوقت ده بدأت تتطوع مع الصليب الأحمر الأمريكي، وفي الآخر حصلت على وظيفة مبتدئة في جريدة واشنطن تايمز هيرالد، وهي جريدة مقرها العاصمة، وكانت بتكتب فيها مراجعات ثقافية. قرار كاثلين إنها تسجل في الصليب الأحمر في أوائل الأربعينيات كان طريقتها علشان تساهم بحاجة في مجهود الحرب في أوروبا. أولاد كينيدي بشكل عام ما كانوش بيشاركوا والدهم في آرائه السياسية بأي درجة، وبعد سنين طويلة بقوا عكس اللي كان جوزيف سينيور بيؤمن بيه في حاجات كتير. في أوائل الأربعينيات كاثلين وكذا واحد من إخواتها كانوا مع دخول أمريكا الحرب في صف بريطانيا وكانوا مبسوطين. ولما في ديسمبر 1941 الرئيس روزفلت أنهى حياد أمريكا ودخل الحرب ضد ألمانيا واليابان بعد الهجوم على الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ في بيرل هاربر. كجزء من شغلها مع الصليب الأحمر، كاثلين رجعت بريطانيا في أوائل 1943 واشتغلت في مستشفيات ومراكز نقاهة مختلفة في إنجلترا. وفي الوقت ده بدأت علاقة مع ويليام كافنديش مركيز هارتينغتون، والوريث المرتقب لإدوارد كافنديش الدوق العاشر لديفونشاير، وواحد من أكبر الأرستقراطيين في بريطانيا. ويليام كان قريب في السن من كاثلين، وكانوا يعرفوا بعض من أواخر الثلاثينيات وقت ما كانت عائلة كينيدي في بريطانيا بيوصفهم عائلة السفير الأمريكي هناك، وساعتها استأنفوا صداقتهم وفي الآخر بدأوا يواعدوا بعض. وفي وقت كان فيه فترة التعارف غالباً قصيرة، خططوا بسرعة للجواز وتجوزوا يوم 6 مايو 1944. العلاقة بين عائلة كافنديش وعائلة كينيدي كانت متوترة، وده بشكل كبير بسبب إن كاثلين بدأت تبتعد عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية اللي عائلتها كانوا أعضاء ملتزمين فيها، وده كان بيتشاف إنه جزئياً بسبب علاقتها بعائلة كافنديش. وبسبب كده كاثلين وويليام اتجوزوا في مكتب السجل المدني في شارع كينغز رود في تشيلسي في لندن. الوحيد من عائلة كينيدي اللي حضر الحفل كان أخو كاثلين الكبير جوزيف،
اللي كانت علاقتها بيه قريبة جدا في السنين دي. للأسف جوازهم ما استمرش كتير. وقت جوازهم ويليام كان بيخدم في الكتيبة الخامسة من حرس كولدستريم. بعد أسابيع قليلة وحدته كانت بارزة في إنزالات يوميدي في شمال فرنسا، وتم إرسال ويليام لأوروبا عشان يحارب تهديد النازيين. في 9 سبتمبر 1944 كجزء من الحملة لتحرير مدينة أنتويرب المينائية في بلجيكا اللي الحلفاء كانوا محتاجين يستولوا عليها عشان يجيبوا تعزيزات وإمدادات أكثر لأوروبا الغربية، ويليام اتصاب برصاصة من قناص فافن اس اس في مدينة هيبن في بلجيكا. مات تقريبا في الحال. كان عنده بس 26 سنة، وهو وكاثلين كانوا متجوزين بقالهم 4 شهور بس. كاثلين كانت واحدة من كتير من الستات الصغيرين اللي ترملوا أثناء الحرب العالمية الثانية، لكن خسارتها كانت قاسية بشكل خاص. هي وويليام كانوا متجوزين بقالهم 5 أسابيع، بس لما سافر فرنسا وما شفتوش حي تاني بعدها. وفي الفترة دي أخوها جوزيف كمان اتقتل وهو في مهمة طيران فوق إنجلترا في أغسطس 1944، ولا جثة منهم رجعت إنجلترا عشان الدفن. طيارة جوزيف انفجرت بطريقة سببت أضرار حتى على الأرض تحتها، وعشان كده جثته عمرها ما اتلاقت. بينما ويليام اتدفن في بلجيكا قريب من المكان اللي اتقتل فيه، وده كان في وقت في الحرب لما كان صعب جدا ترجع الجثث لبلدها. بعد وفاة جوزها كاثلين خرجت من ترتيب الوراثة لدوقية ديفونشاير. لو كان ويليام عاش كانت كاثلين هتبقى دوقة في يوم من الأيام، لكن بعد موته وإنهم ما خلفوش عيال الوراثة راحت لأخو ويليام أندرو ومراته ديبورا كافنديش من عيلة ميدفورد. كاثلين احتفظت بلقب ليدي هارتينغتون بعد وفاة جوزها. كاثلين اتعافت بسرعة من حزنها، وبعد نهاية الحرب في مايو 1945 بدأت تخرج مع بيتر وينتورث فيتسويليام اللي هو الإيرل الثامن فيتسويليام. العلاقة دي كانت فيها مشاكل لأن فيتسويليام كان متجوز من أوليف دوروثيا بلانكت من سنة 1933. يعني كاثلين دخلت في علاقة خارج الجواز لما بدأت تخرج مع فيتسويليام. ده زعل عيلتها وأهلها، قالوا لها إنها هتتحرم من فلوس عيلة كينيدي لو كملت في الطريق اللي هي ماشية فيه. بس كاثلين أصرت، وبحلول سنة 1948 فيتسويليام موافق إنه يسيب مراته لو كاثلين قدرت تاخد موافقة عيلتها على الجوازة دي. ومع ذلك المحاولة دي كانت هتكون قاتلة ليهم هما الاثنين. في أواخر ربيع 1948 كاثلين ولورد فيتسويليام قرروا يسافروا فرنسا في رحلة كان لها هدفين. أولاً كانوا رايحين ياخدوا أجازة. ثانياً والد كاثلين كان المفروض يكون في باريس لفترة في أوائل الصيف ده، وهم كانوا عايزين يقابلوه وياخدوا بركته علشان يتجوزوا باعتباره رب عيلة كينيدي. كانوا في العاصمة الفرنسية في أوائل مايو، وقرروا يسافروا بالطيارة للريفيرا الفرنسية. الطيارة الخاصة اللي كانت كاثلين وبيتر راكبينها أقلعت من باريس الساعة 3:30 بعد الظهر يوم 13 مايو. الطيارة كملت جنوب على مسار طيران عادي، لكن حوالي الساعة 4:30 مساء دخلت الطيارة في ظروف عاصفة فوق مدينة فيين في جنوب شرق فرنسا. الاتصال اللاسلكي مع طيارة جراند انقطع بعدها بفترة قصيرة. حصل اضطراب جوي شديد خلال 20 دقيقة اللي بعدها تقريبا، وفي الآخر جناح من أجنحة الطيارة اتقطع. وأثناء سقوط الطيارة بسرعة المحرك وجسم الطيارة اتضرروا، وفي الآخر الطيارة وقعت في وادي قريب من سان بوسيل تقريبا في منتصف الطريق بين ليون وساحل فرنسا الجنوبي. كاثلين، بيتر والطيار والملاح كلهم ماتوا في الحادث. تم العثور على جثثهم، وبعد كده كاثلين اتدفنت في مقبرة عيلة جوزها الراحل في تشاتسورث هاوس في شمال إنجلترا. الخلاف بين كاثلين وعائلتها كان شديد بسبب طبيعتها المتمردة وحياتها العاطفية المعقدة، وأبوها بس هو اللي حضر عشان يمثل عيلة كينيدي في الجنازة. وفاة كاثلين المبكرة سنة 1948 كانت واحدة من أوائل الحوادث ضمن ما بقى معروف بعد كده بلعنة كينيدي. زي ما شفنا قبل كده، أقل من 4 سنين قبل وفاتها أخوها الكبير جوزيف جونيور كمان اتقتل في حادث طيران، لما الطيارة المفخخة اللي كان بيقودها في الحرب العالمية الثانية حصل فيها عطل فوق سوفولك في أغسطس 1944 وانفجرت. قبل ذا بكم سنة أختهم روزماري كانت اتعمل لها عملية فصل الفص الجبهي. في وقت كانت العمليات دي لسه تجريبية وكانوا فاكرين إنها فعالة ضد مشاكل الصحة النفسية. ولعنة كينيدي ما انتهيش مع كاثلين،
بعد 15 سنة أخوها جون اللي العالم كله يعرفه باسم JFK اغتال في دالاس تكساس، وبعده اغتال أخوها الثاني بوبي سنة 1968. من وقتها لعنة كينيدي أخذ كتير من قرايبهم في حوادث طيارات وجرعات زايدة من المخدرات، وده خلى واحدة من أشهر عائلات أمريكا تبقى كمان من أكترها مآسي. ألف شكر ليكم يا جماعة على متابعتكم الفيديو ده عن سيدات المجتمع اللي حياتهم كانت مأساوية، ويا رب يكون عجبكم. قولوا لي رأيكم في حياتهم تحت في التعليقات، ولو عندكم أي اقتراحات كمان اكتبوها لي تحت في التعليقات. يا رب تكونوا مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتي أول ما أنزلها. على أي حال ده كل اللي عندي النهاردة، وأشوفكم كلكم في الحلقة الجاية من حيوات منسية. شكرا.